99% من اللي بيستخدموا ال6 نصايح اللي أنا هاقول لك عليهم في الفيديو بتاع النهارده بيجيبوا المجموع اللي هم عايزينه وأزيد كمان. أول نصيحة ليك مش ليا هو إن أنت تتابعني. أنا بنزل كل يوم محتوى بيفيدك عن الدراسة وبيشجعك على الدراسة وإزاي يساعدك إن أنت تخطط يومك وتعرف تشتغل كويس السنة اللي أنت عايز تجيب فيها مجموع. دي أول نصيحة أنا بنصحك بيها عشان تقدر إن أنت تستمر وتلاقي إن حد على طول بيحفزك عشان تقدر تجيب المجموع اللي أنت عايزه في السنة بتاعتك دي. لو انت بقى في تالتة اعدادي، في تالتة ثانوي، في اي سنة دراسية عايز تجيب فيها مجموع عالي وان انت تجتهد وتثبت نفسك في السنة دي، فزي ما قلت لك تابعني عشان انا بساعدك ان انت تخطط يومك. بنزل فلوجات وحاجات بتساعدك على الدراسة وادوات ان تساعدك على الدراسة وازاي تخطط يومك وتعرف تذاكر صح وطريقة المذاكرة الصح وتكتشف نفسك. فتابعني في الفيديو بتاع النهاردة ده واسمع الفيديو من اوله لاخره علشان هقولك نصايح ذهبية. نبتدي في تاني نصيحة وهو ان انت تخطط يومك. طيب انا يا حبيبة ما بعرفش اخطط يومي، زي ما قلت لك تابعني عشان انا هساعدك ازاي تخطط يومك. انت قمت من النوم النهارده، انت عارف ان انت عليك دروس كذا، عارف ان انت مراكم كذا، عارف ان انت المفروض تذاكر حاجات كتير قوي. هتجيب ورقه وقلم، هتجيب النوت بتاعتك اللي انت بتكتب فيها التودو ليست او اللي انت بتكتبي فيها التودو ليست بتاعتك. هتكتبي واحد انا عايز اعمل كده، تبتدي ان انت تكتبي الحاجه بالاولويات. يعني مثلا انا هصلي الصبح الاول، هكتب مثلا بقيه التودو ليست بتاعتي، هذاكر الماده دي هذاكر الماده دي. فتكتب كل حاجه او اهداف صغيره خالص ان انت تقدر تحققها في يومك بتاع النهارده. ما تجيش تكتب النهارده ايه انا هذاكر كتاب العربي كله، لا غلط خالص. انت تكتب اهداف صغيره، مثلا انا هذاكر درس النحو اللي انا كنت رقمته الحصه اللي فاتت هذاكره. هكتب واجب الرياضة علشان الرياضة عايزة حل كتير، والرياضة عايزة ان انت تكتب الواجب بتاعها اول باول علشان تقدر ان انت تجمع كل ما يقدر يساعدك ان انت تحل الرياضة في السنة بتاعتك دي. يعني لما تذاكر كتير في الرياضة او تحل كتير او ان انت تكتب الواجب بتاعها اول باول، ده هيساعدك ان انت تجمع كل المعلومات اللي هتساعدك على الرياضة عشان تعرف تحل بيها او تمشي معاها صح طول السنة. تالت نصيحة معايا هو ان انت تذاكر على فترات. يعني ايه ذاكر على فترات؟ يعني ما تجيش تقول انا هذاكر 4 ساعات حالا، هبتدي من حالا. غلط، وهتحس بالملل، مش هتعرف تكمل بقية جلسة المذاكرة بتاعتك، هتقوم بسرعة من على المكتب ومش هتحصل حاجة في المذاكرة. ذاكر على فترات بمعنى ايه؟ انا هذاكر اول 50 دقيقة واخد بريك 10 دقايق، اكمل بقى بقيه المذاكره بتاعتي. انا مثلا لو ان انا اذاكر 4 ساعات اقسمهم على كده، هذاكر 50 دقيقه و10 دقايق بريك، 50 دقيقه و10 دقايق بريك لحد ما اخلص ال4 ساعات بتاعتي. ما تجيش تقول انا هذاكر ال4 ساعات مره واحده ومش هاخد بريك ولا بصوا ولا هتحقق اي حاجه ولا هتقدر ان انت تحصل المعلومات اللي انت عايز تحصلها. يعني لو ذاكرت ال4 ساعات كده مره واحده، ولو جيت تجرب النصيحة اللي انا بقولك عليها، هو ان انت تذاكر 50 دقيقة و10 دقايق بريك، هتلاقي ان انت لما تذاكر 50 دقيقة و10 دقايق بريك حصلت معلومات اكتر وفهمت اكتر واستوعبت اكتر من ان انت تذاكر 4 ساعات كلهم مرة واحدة. طيب وانت قاعد بتذاكر حسيت بملل، حسيت بإحباط، مش عارفة ايه، هو لازم يكون جنبك ازازة مية. المية بتساعد العقل على ان هو ينشط تاني وتبتدي المذاكرة من اول وجديد بنشاط وحيوية اكتر. المية بتساعدك جدا، هي والوجبات الخفيفة. يكون جنبي تفاحة، جنبي موزة، جنبي حاجة اكلها في البريك، اكلها وانا بذاكر. بصوا الحاجات الخفيفة دي، المية والسناكس او الفواكه، الحاجات دي بتساعد العقل ان هو ينشط بالاول اكنك لسه بادئ مذاكرة حالا، ينشط تاني وتبتدي ان انت تذاكر تاني من الاول. خامس نصيحة بعد كده معايا هو ان انت تنام كويس. نام ال8 ساعات بتوعك. لو نمت ال8 ساعات بتوعك هتعرف ان انت تكمل بقية يومك، بصوا بقى، بنشاط، بحيوية، باستيعاب لكل معلومة انا بشوفها وكل معلومة انا بقرأها وكل معلومة انا بذاكرها. هستوعب كل حاجة وهقدر ان انا اكمل يومي بطاقة وحيوية فظيعة جبارة لاخر اليوم حرفيا. مع ان انت تشرب مية كتير، زي ما قلت لكم المية والنوم الكويس هيساعد العقل على ان انت تستوعب كل معلومة انت بتقولها وكل حاجة انت بتذاكرها. يعني النوم كويس بيساعد جدا يا جماعة. طيب انا نمت 3 ساعات، يبقى قابلني لو عرفت تكمل اليوم اللي بعده بان انت تذاكر وتشتغل وتجتهد على نفسك وتكون نفسك بمذاكرتك وان انت تجيب المجموع اللي انت عايزه. مش هتعرف تعمل اي حاجة في اليوم اللي بعده لو نمت ساعتين او 3.
سادس نصيحة معايا وهي ان انا ابعد عن المشتتات. يا حبيبي انا مش بعرف اذاكر، انا بكون حاطه الموبايل قدامي وقاعده اذاكر، بسيب المذاكره وامسك الموبايل وافضل اخش من التطبيق ده للتطبيق ده للتطبيق ده، ومش بعرف مش بعرف اذاكر خالص وبتشتت على طول. طيب ما دي المشكله اللي احنا جايين نحلها النهارده. الموبايل وانتي داخله تذاكري تعملي فيه ايه؟ الموبايل وانا داخله اذاكر هقفله، احطه بره الاوضه، او اديه لمامتي او اديه لبابايا او اديه لاختي او اديه لاخويا اي حد. خد الموبايل اما اخلص مذاكرة، علشان انا بشتت منه بسرعة. دي افضل نصيحة انت هتعمليها بجد. او ان انت مثلا ايه، لما تبدأي مذاكرة بحماس هتقفلي النت، هتعمليه وضع الطيران، مش هيجيلك اي رسالة ولا هيجيلك اي مسج ولا هيجيلك اي حاجة، فهتنسي اصلا ان الموبايل معاكي في الأوضة. بس اهم حاجة ما تحطوش يعني قدامك على المذاكرة وانتي بتذاكري، لان ده مش هيساعد خالص خالص خالص. فأهم حاجة إن احنا نبعد عن المشتتات يا جماعة زي الموبايل، علشان ده بصوا هو اللي بيضيع، والله العظيم هو اللي بيضيع الموبايل ده بالذات. فعلا لو انت عايزة تجيبي المجموع اللي انت عايزاه ان شاء الله يا رب، لو هتجيبي 99% لازم تبعدي عن الموبايل. لو انت عايزة تجيبي المجموع ده او انت عايزة تجيبي اي مجموع في دماغك لازم تبعدي عن الموبايل بالذات. يا جماعة الموبايل ده أسوأ حاجة ممكن تستخدميها في سنة تالتة اعدادي او تالتة ثانوي او اي سنة انت عايزة تجيبي فيها شهادة، هيضيعك. بس كده، لو عجبك فيديو النهارده متنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة، ولو أول مرة تشوفوني، سلام.